بيكم في حلقة جديدة من دفتر العراف. وبما إن الحلقة دي هتنزل في حدود النص من رمضان، فإحنا هنتكلم عن كذا موضوع الحلقة، وهنتكلم شوية عن رمضان. أتمنى إن حلقة النهاردة تكون مميزة وتعجبكم. دي حلقة جديدة من دفتر العراف. بما إن نص رمضان عدى، فأنا جاي أتكلم معاك عن النص التاني لا يقل أهمية عن النص الأولاني، بس الفكرة إن في وقت عدى، فإحنا عايزين نستغل الوقت اللي جاي. فأنا عايزك تراجع نفسك وتشوف أنت كنت بتعمل إيه في النص الأول. هل أنت كنت ملتزم؟ هل أنت كنت مقصر في شيء معين؟ الفكرة كلها إن رمضان ده يعني إحنا مش متخيلين هو عامل إزاي. أشبه مثال إن في كنز قدامك بينفتح لك، بيقول لك خد اللي أنت عايزه من الكنز ده. فرمضان هو برضو كنز دنيوي وكنز الآخرة برضو، إن أنت بتغتنم منه الفرصة في تراويح، في أذكار، في عبادات كتير ممكن تستغلها في رمضان، والأجر مضاعف يعني لدرجة إحنا مش متخيلينها. فبجد حاول تغتنم الفرصة وحاول تنتهز الفرصة ديت. إن رمضان هو يعني للأسف الناس كلها بتستغل المسلسلات تنزل في رمضان، مع إن أنت عندك 11 شهر غير رمضان، بس إحنا بنستغل رمضان عشان ننزل مسلسلات السيزون كله. فيعني إحنا مش هنعرف نغير العالم، بس إحنا نقدر نتحكم في نفسنا ونغير نفسنا. لو أنت كنت بتتفرج على مسلسلات، صدقني أنت ممكن تتفرج على المسلسل ده بعدين، حتى لو اتحرقلك ما اتحرقلكش ممكن تتفرج عليه بعدين وتشوف كل الحلقات تاني. لكن صلاة التراويح مش هتعرف تعيدها تاني. ثواب الصيام والصلاة إن أنت بتاخدهم في الأيام دي مش هتعرف يعني تعيده تاني. فيعني حدد أولوياتك وبالراحة واحدة واحدة. وأنت، أنا عارف إن إحنا مش شيوخ وأنا لست بشيخ إن أنا أقعد أقول لك اعمل ومش هعمل. لأ، بس أنت على الأقل شوف الحاجات اللي أنت كنت بتعملها غلط وحاول تصلحها، وحاول تعدل من صيامك، تعدل من الأذكار، من الصلاة، إن هي تكون بشكل كويس. ما كنتش بتصلي التراويح حاول تصليها. وحاول جاهد نفسك، هتلاقيك بتوصل لحاجات كتيرة أنت ممكن تكون مش متخيل إن أنت كنت بتعملها قبل كده. ودي كانت حاجة مهمة أنا حابب أتكلم عنها، لأن زي ما قلت لكم هي الفيديوهات كلها أفكار إحنا بنتكلم فيها سوا. تعالوا بقى نتكلم عن فكرة النهاردة. موضوع النهاردة أنا كنت حابب أتكلم عن إن ليه الإنسان بيتأخر أو بياخد خطوات مهمة بشكل متأخر، أو خلينا نتكلم بشكل تاني، ليه الإنسان بيحب الحاجة اللي بتأذيه، حتى يعني إيه لو هو ممكن يسيبها، بس هو على فكرة إن هو اتعود على الأذى ده. يعني حاول تفهم معايا. بمعنى إيه؟ أنت مثلًا ممكن تبقى في شغلانة مش حاببها، أو مش عارف إيه، مش مدياك القيمة بتاعتك فعلًا، still برضه شغال نفس الشغلانة لسبب إن هي بتديك دخل ثابت أنت معتمد عليه. مع إن رغم كده أنت لو فعلًا قدرت إمكانياتك واشتغلت في مكان بيقدرك، ممكن توصل لحاجات تانية أبعد من اللي أنت ممكن تتخيلها. فده اللي أنا باتكلم فيه. ده مثلًا في شغلانة. بعض العلاقات نفس الفكرة، أنت ممكن تفضل في علاقة بتأذيك لأجل فكرة إن أنت اتعودت على الأذى ده، وإن أنت اتعودت على الشخص ده، وخايف إن أنت تسيبه علشان ممكن يبقى اللي برّه أوحش. طب أنت مين اللي قال لك إن اللي برّه أوحش؟ ممكن تكون أنت أوحش من اللي برّه يعني، فاهم؟ إن أنت ممكن تستغل الحياة، إن أنت تبقى في علاقة أحسن، في حاجة صحية أحسن، إن أنت تخرج من حاجة بتأذيك. بس الفكرة إن أنت خايف يكون اللي برّه أوحش من اللي جوّه. بس الفكرة أنت عمرك ما هتعرف. يعني عمرك ما هتعرف إذا كان اللي برّه أوحش أو اللي جوّه أوحش، أو مين فيهم اللي يستحقه. بس الفكرة إن أنت صدّقني تستحق حياة أحسن، تستحق شخص يقدّرك، تستحق إن الدنيا تكون بشكل حلو، إن أنت تبقى عايش مرتاح. كده الدنيا صعبة، والدنيا فيها شقة وشغل وتعب وإجهاد وكل ده ماشي، بس إن أنا باتعب في حاجة أنا مبسوط فيها، أو أنا باتعب لحد هو مقدّر اللي أنا باعمله ده، بتفرق كتير أوي. إن أنا باتعب لحد هو شايف إن ده الطبيعي. لأ، ده مش الطبيعي. مش عشان أنا عملت لك حاجة، أو إن أنا عملت حاجة مثلًا فوق طاقتي في مرّة، فبقى ده الطبيعي إن أنا أعمل كل ده. لأ، إحنا كلنا بشر وكلنا لينا limits بنتحملها. ففكرة إن إحنا نتعود على حاجة بسبب، أو نتعود على حاجة بتأذينا لأن هي دي الحاجة يعني فاهم أحسن من اللي بره، أو أنا اتعودت على الأذى ده فخلاص مش فارق معايا. لأ، ده غلط. أنت لازم يعني تعيد صياغة الحياة تاني، وتعيد صياغة يعني أفكارك إن أنت عايز إيه. أنت لو في كلية مش حاببها، طب أنت مش حاببها ليه؟ هل أنت مش حاببها لأن أنت مش حاببها، والّا لإن إمكانياتك مش مساعداك إن أنت تفضل تكمّل فيها، والّا أنت يعني فاهم؟ في أسباب كتير. أنت لمّا تيجي تشوف السبب، هل هو سبب منطقي أو مش منطقي؟ بمعنى إحنا مثلًا ممكن نتكلّم عن كذا حالة أو نتكلّم عن كذا حد، بس الفكرة إن كل إنسان خير دليل لنفسه. أنت عارف أنت حياتك عاملة إزاي. وممكن أصلًا كل اللي أنا باتكلّم عليه ما يتطبّقش عليك، تبقى أنت مثلًا في فترة زمنية مُجبر على حاجة معيّنة عشان تعدّي منها،
وبعد كده تستفيق أو إن أنت توصل لحاجة تانية. بس الأهم إن أنت تبقى مدرك إن أنت في الفترة الزمنية دي، إن أنت حصل عندك ضغط في الفترة دي ومضطر تيجي على نفسك بشكل معين أو في حاجات معينة علشان تعدي فترة معينة، فتبدأ توصل لحاجة أنت حاببها أو حاجة أنت عايزها. بمعنى أنت دايما في الكليات العملية أو في الكليات اللي فيها سنين كتيرة زي طب وهندسة، أنت بتفضل 5 سنين وهناك بيفضلوا بتاع 7 سنين وامتياز وحاجات كتير. فالفكرة إن أنت ده ضغط ودي حياة صعبة بمقارنة بالناس اللي حواليك، إن هي مثلا تبقى 4 سنين بيبقى خلص واتجوز وعاش حياته وخلف وأنت لسه بس بتفكر إن أنت تخلص من الجامعة. هي دي الفكرة، أنت حياتك غير حياة غيرك. فدايما بص لدنيتك أو حياتك أنت عايز توصل بيها لإيه، واللي أنت بتبذله ده بتبذله لمين وليه، وهل الحاجة دي أنت فعلا بتبذلها عشان أنت عايز كده ولا عشان اللي حواليك عايزين كده. لأن دي كلها حاجات بتفرق يعني فاهم، في حياتك وفي طريقة شغلك. لأن أنت ببساطة ممكن تبقى في مكان مش مرتاح فيه وبتبذل فيه طاقة ومجهود وتحس إن أنت بتزق في حيطة، رغم إن أنت لو جيت وقفت تفكر شوية وعديت سكبيت الحيطة دي هتلاقي إن الدنيا بتمشي، هتلاقيك إن أنت بتتطور بتترقى بتسعى مهما كانت الحاجة دي عبارة عن إيه. والعلاقات هنا مش شرط يكون من شخص لواحدة أو من واحدة لشخص، عادي أنت ممكن العلاقات دي تبقى مع اللي حوالينا، أصحابنا، الناس اللي معانا في شغل، الناس اللي معانا أكبر مننا وأعلى مننا، سواء في ترتيب وظيفي أو في الحياة عموما. إحنا كده كده بنحترم الناس وبنقدر الناس. بس الفكرة إن لما الشخص بيجي علينا أو إن هو بيجي يعني بيخلص أو بينتهي من حقوقه فده غلط. أنت لازم تخلي بالك إن أنت ليك ليميت وليك طاقة إن أنت ما تتخطاهاش علشان ما تحسش إن أنت انحرقت. ودي الفكرة اللي أنا عايز أتكلم معاك فيها النهاردة. ما تخافش إن أنت تجرب حاجة علشان أنت خايف إن في أذى جديد أو ألم جديد أو أنت اتعودت عن الألم اللي موجود، لأ يعني صدقني الأذى اللي بره ممكن يكون أخف بكتير من الأذى اللي أنت بتتعرض له، لأن أنت اللي بتحط الليميت للي حواليك. فأنت لو في شخص بيستغلك بأي شكل من الأشكال سواء عاطفيا أو جسديا أو أي شكل من الأشكال الاستغلالية، لأ أنت ممكن تفيق من ذلك، وإن هو ده في الأول وفي الآخر اسمه استغلال. فأنت عندك ميزة هو بيستغلها، فأنت لو شِلت الاستغلال ده فأنت ميزتك دي أنت تعرف تستغلها براحتك، فأنت تعرف تعيش الحياة بالشكل اللي أنت عايزه بدون ألم وبدون أذى، لإن هو أنت تستحق ذلك فاهمني. ودايمًا لازم نراجع نفسنا إن إحنا نكون قريبين من ربنا ونشوف حياتنا إحنا ممشيينها إزاي، هل إحنا ممشيينها بعيد عن ربنا والّا قريبين؟ لإن أنت لو بعيد هتحس إن الدنيا ضايعة، بجد هتحس إن أنت عايم كده في البحر كده، ما لكش وجهة، ما لكش مرسى، ما لكش حاجة أنت عايز تروح لها. لكن لمّا يبقى عندك أهداف وعندك حياة، عندك حاجة بتحكم حياتك، هتلاقي إن الدنيا أحسن بكتير. لإن أنا دايمًا عندي اقتناع واعتقاد إن الإنسان خُلِق بشكل أو بآخر بيحب إن هو يكون في حاجة أكبر منّه بتحكمه أو إن هي بتدّي له يعني مش هنقول أوامر أو إن هو بتفرض له المسار اللي هو عايز يمشي فيه، وده اللي إحنا بنحبه. أنت بتبقى مرتاح أكتر إن أنت يبقى عندك مثلًا شغل أو حاجة معيّنة مرسوم لك الطريق اللي أنت هتعمله بالضبط، أحسن ما أدّيك هدف وأسيبك كده عايم. هي دي الفكرة، إن الإنسان بيحب الحياة المرتبة المنظمة اللي بتقوده إلى هدف محدد. فأنت أهدافك رتّبها وثبّتها، تحس إن أنت أحسن بكتير. فأتمنى إنها تكون حلقة النهارده تكون مفيدة وإن إحنا وصلنا مع بعض لحاجة كويسة. ويعني هاحاول إن أنا أنتظم في الحلقات، إن أنا أنزل حلقات بشكل كويس، إن هي تتطور أكتر. وأتمنى إن أنتم تساعدوني برأيكم مهما كان الغلطة عاملة إزاي أو الشكل يكون حاجة بسيطة ممكن تقولها لي أشتغل عليها نطور مع بعض الفيديوهات دي. لأن أنا بجد نفسي إن ناس كتير تسمعها ونفسي إن أنا أفيد الناس، إن هو ده هدف من دفتر العراف في الأول وفي الآخر. ودي كانت نهاية حلقتنا، كان معاكم فارس الطراز.